تعالي نعمل فطاير بطاطس خطيرة، طعمها يجنن، طرية وطعمها في منتهى الجمال. لو كنتي أول مرة تشوفينا، أنا هبة إبراهيم، بنعمل وصفات سهلة جدا وبسيطة وكمان خطيرة. تعالي بينا نشوف المقادير. عندي نص كيلو من الدقيق، حطيت عليهم رشة ملح، وحطيت كده كوباية مية دافية على حسب ما الدقيق بتاعك بياخد كمية المية اللي هو عايزها. هو خد مني هنا نص كوباية. بدأت ألم الدقيق بتاعي ونزلت عليهم بمعلقة زيت، وبدأت ان انا اعجن الدقيقة كده لحد العجينة لحد ما لمت معايا وصلت للقوام الناعم. جبت المفرش السيليكون وقسمت العجين بتاعي كده لحوالي 6 كور، غطيتهم بمفرش بلاستيك او بكيس تلاجة عندك وسبتها تستريح كده لمدة نص ساعة. بطاطس بقى مسلوقة حلوة قوي، ونزلت عليهم بمعلقة كبيرة من بهارات البطاطس وبمكعب زبدة صغير، وهرستها كده بالشوكة عشان يعني تبقى سهلة معايا وتبقى متفتتة معايا كويس. حاولي انك تهرسيها كويس جدا، وعشان اتأكد ان هي اتهرست كويس جبت الهراسة بتاعة البطاطس وبدأت ان انا افرمها فرم ناعم خالص زي ما انتي شايفة كده بالظبط. قوليلي ليه بتفرميها كده يا هبة؟ بفرمها كده عشان لما اجي افردها جوه العجينة بتاعة العيش اللي احنا عملناها مع بعض تبقى فطيرة طرية جدا، تحسي كده ان ريحة البطاطس وطعم البطاطس موجود فيها. كورت كده البطاطس بتاعنا على قد العجين بتاعنا، بدأت افردها كده واحط كرة البطاطس في النص والم العجينة كده زي ما انتي شايفة وافردها كده كأنك بتفردي فطير. عايزاها كده تبدأي انك توزعي البطاطس من جوه على قد الفطيرة بالظبط، وفردتها كده وكانت طرية جدا. جبت بقى طاسة جريلا احنا هنعملها على البوتاجاز، ودهنتها دهنة سمنة كده وحطيتها على النار تسخن، ورحت نازلة بالفطير. هنا بوريكي ان انا عملت كل حاجة، كل الفطاير بنفس الشكل. بدأت افرد العجينة، احط جواها البطاطس والمها وافردها بالنشابة زي ما انتي شايفة كده. اول ما تاخد اللون الذهبي من تحت على نار متوسطة واخرجها، بتاخد اللونين الذهبي اللي انتي شايفاه. خلصت كل الكمية بالشكل ده. مش عايزة اقولك طرية وجميلة وتحفة وطعمها حقيقي يجنن. فطار عشاء، جربيها هتعجبك جدا. لو عجبك وصفاتنا ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. اشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.